السلام عليكم واهلا وسهلا فيكم بسكرين شوت ما قبل المواجهه الكبيره جدا اللي راح تجمع بين مانشستر يونايتد برشلونه ومانشستر يونايتد، لانه الذهاب على ارض برشلونه. وديروا بالكم المباراه ستقام يوم الخميس مساء الساعه 8:45 بتوقيت مكه المكرمه، مش على 11. على الرغم ان انا بعرف كل شخص مهتم وبده يحضر هاي الحلقه بيحسب بالساعه والدقيقه كم باقي لهي المباراه. هذا هو الحال. الله الله يا زمن، برشلونه واليونايتد بيلعبوا يوم الخميس في وقت تلعب فيه مباريات دوري الابطال الثلاثاء والاربعاء. على الرغم احنا شايفين الاهتمام الاعلامي على مواقع التواصل الاجتماعي وعلى الصحف وعلى مواقع الرياضيه قديش تتكلم عن هاي المباراه وتنتظر هاي المباراه. بالله عليكم، هذول الفريقين الا يستحقوا التواجد بدوري الابطال؟ ولكن نرجع نقول يا زمن. طبعا قبل ما نبدا الحلقه بدي اذكركم بشغلتين. لا، بدي اذكركم اليوم بثلاث شغلات. انا دائما بذكركم باللايك والاشتراك، اليوم بدي اذكركم بشغله ثالثه، خصوصا جماهير مانشستر يونايتد. يا ريت انك تترك الحكم على الحلقه والكلام اللي بدي احكيه حتى نهاية الحلقة أو تسمع أكبر جزء من الحلقة. بدي أتكلم عن البطولة بشكل عام، وأنا الآن بتكلم بلسان مشجع برشلونة ومشجع مانشستر يونايتد بما يخص هاي المواجهة. البطولة اليوروبا ليج والفوز فيها، أعتقد أن المشجعين غالبية المشجعين مش كثير مهتمين بالفوز في البطولة بما يخص الفوز في البطولة. حتى على مستوى التأهل لدوري الأبطال، يعني الفوز بالبطولة عشان تتأهل لدوري الأبطال، كمان هذا الموضوع نوعا ما مضمون لكلا الفريقين على المراكز الموجودين فيها بالدوريات المحلية. ركزوا معي، انا مش اني مش حابب فريق يفوز فيها، هذا لسان الحالي بيحكي، لا حابب فريق يفوز فيها، ولكن لو ما فاز شو يعني؟ ولكن انا كثير مهم المباراه، يعني هنا التناقض. يعني جمهور برشلونه الغالبيه بهموش يفاز في البطوله ولا لا، ولكن هاي المباراه بتهمه. وكذلك جماهير مانشستر يونايتد نفسه. ليش؟ لانهم هم الناس بتنتظر الحكم. واضح انه الحكم الكبير جدا على اداء الفريقين بيتم من خلال هاي المباراه. وانا كمشجع لمانشستر يونايتد مثلا طلعنا عادي، ولكن كيف طلعنا؟ اهم شيء كيف الفريق بده يطلع. انا هذا الموضوع جدا بهمني. هل الفريق طلع بفارق كبير؟ هل طلع وهو مش مقدم كرة قدم مقنعة؟ طلع وشخصيته مهزوزة بالمسابقات الأوروبية؟ أنا هنا بحكي بلسان المشجعين، سواء مشجع برشلونة ومشجع مانشستر يونايتد، من خلال التعليقات اللي وصلتنا على هاي المباراة. يا طلحة بلشت تسحب على الناعم، بلشت تطلع الحجج قبل المباراة. أنا قلت لكم بحكي بلسان المشجعين كلها، وهاي هي وجهة نظري. أهم شيء فريقي يلعب يوقف ند، ما يخسر بنتيجة كبيرة. وكمان في شيء بهمني أنا بكل مباريات مانشستر يونايتد، ما يتعرض لظلم تحكيمي، لأن الظلم التحكيمي بيقهر. فإن شاء الله بنشاهد مباراة ممتعة جدا، واعتقد كمان مشجع برشلونة بيتفق معي بهاي النقطة. الآن لو بدنا نتكلم عن الظروف، بحلقة مان تو مان الأخيرة لما تكلمت عن الظروف وقلت إنه الظروف كلها بتصب لصالح برشلونة، جماهير يونايتد ما حبت هاي الجملة. لا، كيف؟ لا، أنا مش راح أغير رأيي وراح أظل مصر على رأيي. برشلونة بيعيش ظروف أفضل. تعال احكي لي بلغة النتائج. مؤخرا كلنا شايفين برشلونة ما شاء الله النتائج اللي بيحققها، وسع الفرق بينه وبين ريال مدريد، ولعب مباريات صعبة جدا وقمم وفاز فيها كلها، وحاليا هو متصدر الدوري بالفارق. بينما اليونايتد تعرض لهزة على المستوى النتائج مؤخرا، تعادل مع كريستال بالاس، خسارة من الارسنال، تعادل مع ليدز يونايتد، وفوز بشق الانفس على ليدز يونايتد. كاسيميرو في عندك عدة غيابات مهمة جدا بالفريق حصلت، وانتوني غاب من الفريق واثر على الجهة اليمين. ولكن ما بنسى كمان انه برشلونه غاب عنه ليفا في المباريات السابقه، وغاب عنه ديمبلي، وحاليا غايب عنه بوسكيتس في اخر مباراتين. يعني موضوع كاسيميرو والفرق، اي نعم انا بقول لك انه بيعمل فارق، ولكن هي مشكله في اليونايتد ما له دخل برشلونه فيها. عشان لما بنتكلم عن الظروف قبل المباراه اقول لا والله لانه كاسيميرو غايب. فهنا مشكله كبيره موجوده في مانشستر يونايتد حصلت في الاونه الاخيره، ولكن الامل مبني انه كاسيميرو راح يرجع. الان بالنسبه للقاء شو بنشوف كمان من خلال جاهزيه الاسماء لليونايتد؟ مش راح يلعب مجموعه من اللاعبين مهمه جدا. ليساندرو مارتينيز يا جماعه راح يغيب عن المباراه بسبب العقوبه، وإريكسن مصاب. حتى بديل إريكسن لاعب سابتزر اللي جابوه عشان يعوض إريكسن راح يغيب بسبب الايقاف. نتكلم عن عناصر مهمه جدا ومراكز مهمه جدا. والمشكله الاكبر في مانشستر يونايتد انه اليونايتد عشان يعوض سابتزر او إريكسون ما راح يعتمد على فريد قدم مباراه رائعه جدا امام ليدز يونايتد، ولكن مش مضمون. وعشان تعوض مارتينيز كقلب دفاع بدك تلعب بلاعب مش مركزه اللي هو لوك شو، اللي في الاول الاخير هو بعوض ليساندرو مارتينيز كقلب دفاع. ماغواير؟ لا يا ربي، لا يا ربي، والله خفت. معقول؟ لا ان شاء الله لا، لوك شو ممكن. بينما برشلونه عندهم غيابات مهمه جدا. ديمبلي، رافينيا نوعا ما حتى الان مش منخرط بالاجواء، ما عم بيغطي غياب ديمبلي 100%، ولكن عندهم
كمان لاعب من الممكن يسد 50 ل 60%. بوسكيتس غيابه مؤثر بالمستوى اللي بيقدم بوسكيتس بالاخير، ولكن عندهم لاعب بيعوض بوسكيتس اللي هو ديونج كلاعب ارتكاز. شايفين يا جماعه؟ هي الظروف، هي الظروف اللي انا بشوفها بتصب لصالح برشلونه. بينما شو في ظروف يا طلحه من الممكن تصب لصالح اليونايتد. اول شيء واهم نقطه انا بشوفها هي نقطه الضغوطات. تكلمنا يا جماعه في بدايه الحلقه، تكلمنا عن موضوع الجماهير ونظرتهم لهي المباراه ونظرتهم لهي البطوله، ولكن يا جماعه الموضوع في ضغوطات على جماهير على فريق برشلونه اكثر من مانشستر يونايتد، اللي بيطلبوا من فريقهم الظهور بشخصيه مغايره تماما عن ظهور السابق في المسابقات الاوروبيه. وهي النقطه بكل صراحه بتصب لصالح مانشستر يونايتد، لانه اليونايتد ما عندهوش ضغوطات بما يخص المسابقات الاوروبيه. راح تحكي لي طيب يا طلحه برشلونه متصدر الدوري الاسباني بفارق، هل هو طب ما هو الدوري الاسباني اهم؟ بحكي لك اي نعم، بس موضوع برشلونه البطولات الاوروبيه يا جماعه هذا في شيء، في فوبيا صارت موجوده عند الجماهير اصلا موجوده وبدهم يخلصوا منها. فالمفروض يقدموا ويفوزوا على مانشستر يونايتد، بعدها ما يفوزوش في البطوله مش مشكله، لانه اذا برشلونه طلع من اليونايتد ما بحكي راح ينهار المشروع لتشافي هرنانديز، ولكن الجماهير بدها تحط ايدها على قلبها فيما لو خسر بما يخص المشاركات الاوروبيه والسبب الاحداث اللي حصلت في السنوات الاخيره. الخوف من كلمه رومنتادا اصلا على مستوى ذهاب اياب، على مستوى المباراه نفسها، هاي ايضا عامله ضغوطات. هاي النقطه اللي انا بشوفها بتصب لصالح مانشستر يونايتد. طبعا في امور اخرى، انا لسه بتكلم عن الظروف يا جماعه، ما دخلت بالتحليل وايش راح نشوف في المباراه. مباراه الذهاب على ارض برشلونه ايضا هي كمان دائما بتعطي افضليه للفريق اللي بيلعب الاياب على ارضه وبين جماهيره، وهي نقطه من الممكن تصب لصالح مانشستر يونايتد. ايضا في ضغوطات خفيه على برشلونه، هي ضغوطات الاداره والعامل المادي في البطوله. وتكلمت قبل فتره انه لابورتا قبل فتره قال عن الوضع المادي بالفريق، وبنى امل انه يفوز في البطوله، في بطوله اليوروبا ليج، عشان الوضع المادي. الان والله يا طلحه انت خوفنا احنا كجمهور مانشستر يونايتد، يعني ممكن تقول انك انا خوفتك. العوامل المهمه حكيت انها بتصب لصالح برشلونه، والعوامل اللي عاديه خلينا نحكي، هاي الظروف والضغوطات انت حكيت انها بتصب لصالح اليونايتد. حلو، انا بدي الان ادخل بكم من نقطه، بدي احكي كم من نقطه. واحده من اهم النقاط اللي انا بتكلم عنها انه تنهى. عودنا هذا الموسم انك ما تعتمد على النتائج والاداء والظروف السابقه ابدا للحكم على المواجهه المقبله او المواجهه القادمه، سواء كان الموضوع ايجابي او سلبي. يعني ممكن يكون الفريق كثير بيقدم نتائج ايجابيه، المباراه القادمه يقدم اداء سلبي. وممكن العكس تماما، الفريق يكون اداء سلبي وانت رايح على المباراه وخايف ويقدم اداء ايجابي. والان مانشستر يونايتد انا تكلمت عن سلبيه قبل مباراة برشلونة، من ممكن نشوف شيء مغاير، ممكن نشوف شيء إيجابي تماما. تنهاج ممكن يفاجئك بالأسلوب، ممكن يفاجئك بالأفكار وقراءة المنافس تماما مثل ما عمل أمام السيتي. آخر شيء كنت أتوقع أمام السيتي إنه يعمل ضغط عالي ويحجم السيتي في منتصف ملعبه طوال الشوط الأول ويزعجوا بالأفكار الجريئة اللي اعتمد عليها تنهاج. هذا بالإضافة للاعبين وروحهم معنوياتهم اللي إحنا بنراهن عليها إنها تكون موجودة بهاي المباراة أو بهكذا مباريات. برشلونة أسلوبه واضح، أفكار تشافي الكل بيعرفها، مش أنا لحالي بعرفها. لو تسأل تشافي أصلا نفسه قبل المباراة كيف راح تلعب، بقول لك راح ألعب 1 2 3 4، بدك تغير أفكارك، ما فيش تغيير الأفكار، لأنه هي شخصية تشافي هرنانديز. أنا عنده أسلوب وبجبر الفريق اللي أمامي إنه يعتمد على ردة فعل، وبدي ألعب بأسلوبي. إذا هاي الأمور. بينما يعني لو أجينا على مانشستر يونايتد عامل مفاجأة وارد جدا، وإذا ما كانت المفاجأة بالرسم والأسماء بتكون بتطبيق الأفكار وكيفية تطبيق الأفكار وماهية الأفكار. وأنا على المستوى الشخصي هذا الشيء براهن عليه، أنا براهن عليه إنه راح يصير في مانشستر يونايتد في مباراة يوم الخميس أمام برشلونة، على الرغم من كل الظروف اللي أنا تكلمت عنها. إحنا تكلمنا عن ظروف بقدرش أنا أحيد ظرف، ما بقدرش إني أنا أغش الواقع. عشان هيك طلبت منك في بداية الحلقة كمل الحلقة للآخر عشان تعطيني رأيك. في ناس تيجي طلحة بدك في مانشستر يونايتد سحب حاله وطلع، لا بدي إياك تسمع الحلقة كاملة. وكلام مهم جدا كمان، شو لما نروح على الشاشة نحكي عن الأفكار، مهم جدا 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 إنه أنا هاي الظروف ما بقدرش أتكلم عنها، ولكن شو شيء متوقعه، أنا متوقع إنه مانشستر يونايتد يقدم أداء مغاير تماما. هون خلينا نروح على التشكيل والأفكار اللي ممكن يعتمد عليها كلا المدربين. أول شيء بدي أتكلم عن التشكيل. في عنا تشكيل متوقع ينزل فيه المدربين. طبعا برشلونة مثل ما احنا بنعرف الرباعي الدفاعي بالدي كريستنسن أراوخو كوندي دي يونغ كيسيه بيدري. جافي على الورق متواجد على الجهة اليسار، ولكن هو بتواجد في خط الوسط ليفا بيدري ورافينيا. بما يخص مانشستر يونايتد في تشكيل متوقع اللي هو يعتمد على فيغهورست كمهاجم خلف برونو فرنانديز،
وراشفورد على اليسار وسانشو على اليمين، وخط وسط متكون من محور مزدوج فريد وكاسيميرو. ولكن انا التشكيل اللي انا بتوقع انا بحبب ان انا اشوف في مانشستر يونايتد عدم الاعتماد على فيغورست من البدايه، الاعتماد على برونو فرنانديز على الجهه اليمين، راشفورد كمهاجم، وسانشو على الجهه اليسار. 4-3-3. ليش انا سويت هيك؟ انا ما بدي اتعمق بصراحه بالنواحي التحليليه لانه الموضوع راح ياخذ وقت طويل منه، ولكن بدي اتكلم فقط عن اكم من فكره. اول شيء، انت برشلونه بيلعب بتشكيل بتكون من 4 لاعبين خط وسط، هذا بالاضافه للاجراءات الاستباقيه اللي بيعملها كلها من قلوب الدفاع سواء كريستنسن او اراوخو، هذا بالاضافه لكوندي كاجراءات استباقيه. انت من الوقت بوقت من الاوقات بتشوف عندك 6 أو 7 لاعبين من برشلونه بتواجد في منتصف الملعب. منطقيا لو بدنا نمشي بالرسم، برشلونه عنده 4، انت بتلعب في محور مزدوج والاعتماد على برونو فرنانديز بادوار الدفاعيه، ممكن انك انت تخسر المعركه تماما. فانا بشوف من الافضل الاعتماد على فريد، كاسيميرو، ميكتوميناي. جافي بيلعب كلاعب خط وسط في برشلونه، وبالتالي برشلونه بيترك الجهه اليسار كامله الى بالدي. ما اتوقع انه بالدي بيستحق انه لاعبين يراقبوه، وبالتالي انت من الممكن بالحاله الدفاعيه كمان انك انت تستغل برونو فرنانديز للتواجد في خط الوسط اكثر. هيك انت بتعادل المعادله وبتعادل الموازنه في خط الوسط بوجود 4 لاعبين مقابل 4 لاعبين. بالنسبه لبرشلونه طبعا هذا هو التشكيل، ولكن برشلونه احنا بنعرف الاسلوب اللي بيلعب فيه برشلونه راح يهاجم، برشلونه راح يلعب في منتصف ملعبك. واكثر شيء خطير في برشلونه هو بدايه المباراه اللي بيطلع فيها بيضغط في منتصف ملعب الفريق المنافس، وعنده اول ربع ساعه هي او اول نصف ساعه هي مهمه جدا. فمانشستر يونايتد لازم يفكر كثير بتدارك اول ربع ساعه او نصف ساعه، ويبقى النتيجه 0-0 اطول قدر ممكن من المباراه. عشان هي تعمل هذا الشيء ما تعطي برشلونه اللي بده اياه. برشلونه بيضغط ضغط عكسي والدفاع الاستباقي الموجود عند اللاعبين، وهذا الشيء راح تخسر كرات. انت لا تمتلك، عندك ممكن ما بتمتلك خامه من اللاعبين، ما بتمتلكش مودريتش وكروس، ما بتمتلكش اللاعبين القادرين على الاحتفاظ بالكره امام الضغط اللي بيعمله برشلونه. وبالتالي ارسال الكره، انا ضد المداوره في منتصف الملعب. ارسال الكره، اللعب على المساحات على اليمين وعلى اليسار، اخلص من الكره قدر الامكان، لانك انت الضغط اللي بيعمله برشلونه اتوقع انه هاي مشكله الضغط العالي اللي بيعمله برشلونه. اتوقع انه مانشستر يونايتد باللاعبين اللي بيمتلكهم بخط الوسط مش قد هذا، حتى بوجود كاسيميرو لوحده شو بده يعمل. بالنسبه لبرشلونه طبعا احنا بنعرف انه برشلونه راح يلعب في منتصف ملعب مانشستر يونايتد، الاحتياط من الهجمات المرتده، لانه من ممكن مانشستر يونايتد يعتمد على الهجمه المرتده. مانشستر يونايتد دفاعيا المفروض يسوي ويعمل ضغط عالي على برشلونه. هذا الشيء انا بتوقع انه يعمل ضغط عالي، مع الاخذ بعين الاعتبار المشاكل اللي حصلت بالفرق اللي من الممكن فشلت في عمليه الضغط امام برشلونه في الاول والاخير. واخر مثال تكلمنا عن فياريال في عمليه البناء، كيف كنا نشوف تحويل الكره من كوندي او اراوخو الى بالدي، وبالدي يكون كلاعب لوحده على الجهه اليمين. انا بتوقع انه نشوف او افضل انه اشوف في ضغط عالي، تاخير هجمات بالنسبه لبرشلونه قدر الامكان، اجبارهم على الاخطاء والعوده لترتيب الصفوف، تماما مثل ما عمل مع مانشستر سيتي. مانشستر يونايتد طبق هذا الفكره، طبقها ونجح فيها بحذافيرها امام مانشستر سيتي. فعلى مستوى الدوري احنا نعرف مانشستر سيتي قديش فريق مميز جدا في عمليه البناء. هاي بالنسبه يعني انا تكلمت عن مانشستر يونايتد اكثر، مش لاني مانشستر. برشلونه واضح المعالم، برشلونه كفريق واضح، بحكي لك انا بدي العب 1 2 3 4 وبدي افوز بهذا الاسلوب، بدي اتقدم عليك في النتيجه بهذا الاسلوب. مانشستر يونايتد كل مباراه له اسلوب في كل شوط اللي ممكن وخصوصا بدايه المباريات عند مانشستر يونايتد عامله مشكله. بالنسبه لبرشلونه بدنا نحكي عن نقاط ضعف موجوده في مانشستر يونايتد من خلال طبعا اللعب حوالين كاسيميرو في ظل وجود ميكتوميناي وفريد، سحب لاعبين مانشستر يونايتد لمنتصف الملعب. عندك فريد انت اذا طلع حاول يعمل ضغط انت فتح شارع خلفه. اعتقد انه هاي الامور مهمه جدا، انه بدري دائما ديونج كلاعب هو بيلعب لاعب ارتكاز، ولكن كلاعب كحامل للكره رائع جدا. وبالتالي من الممكن انه ديونج دائما يحاول قدر الامكان انه ياخذ ديونج مع فريد معه ليمنح مساحه لبدري، تقدم لك شو مع بدري انه ممكن يستغل مساحه ليفاندوفسكي. وهي الفكره اللي بيعملها دائما برشلونه في العمليه الهجوميه، او نحكي باللمسه قبل الاخيره بالحاله الهجوميه. انا بصراحه مش حاب ادخل واعمل انه كل الافكار اتكلم عنها اللي انا بتوقعها، يعني لان الموضوع مثل ما انا حكيت بده ياخذ وقت طويل جدا. ولكن انا بحكي بالتشكيل، ومن التشكيل والرسم احنا بنعرف انه الافكار اهم، ولكن اتوقع انه لتنفيذ الافكار مانشستر يونايتد بهذا الشكل بتكون افضل. ولكن برشلونه بيوقع بالمحظور اذا برشلونه كان عنده الموضوع هو التقدم بالشوط الاول، او نحكي كل ما مر الوقت برشلونه بيتوتر. اعتقد انه هذا الموضوع ممكن يصب لصالح مانشستر يونايتد.
احنا بنتمنى في النهايه نشاهد مباراه جميله جدا. طبعا توقعاتي انا بتوقع مانشستر يونايتد 1-0، والهدف بتوقع يسجله برونو فرنانديز. هيك بتوقع، هيك توقعاتي. اما بالنسبه لامنياتي فايضا بتمنى انه مانشستر يفوز 1-0. هاي بالنسبه للحلقه. يعني الحلقه احنا ما اخذنا كثير بالامور بالامور التكتيكيه، ما رحنا مع الامور التكتيكيه، حكينا هيك شبه رؤوس اقلام، واخذت معنا وقت طويل. اعطونا توقعاتكم على الحلقه على التعليقات، وما تنسوا الضغط على زر اللايك والاشتراك بالقناه. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.